يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى ترمس وحمص في البيت، وخطوة خطوة هنعرف مع بعض كل التكات والحركات اللي تخلي الترمس المعمول في البيت بنفس طعم ولون ومزازة الترمس اللي بنشتريه من العربيات وأحلى كمان. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وفي طبق غويط هنزل بكيلو من الترمس الحلو أو الترمس السريع، وطبق تاني هنزل فيه بنص كيلو من الحمص وهنقيهم كويس. وهنزل على الترمس مية جارية من الحنفية، وهحرك ايدي في المية عشان اتخلص من اي اتربة تكون موجودة على قشرة الترمس من بره. هدلق مية غسيل الترمس واحطه في مصفى ضيقة، هشطفه كويس جدا وارجع احطه في الطبق تاني واحط له مية نظيفة. هغسل الترمس للمرة التانية وادعكه بايدي كويس واصفيه من مية الغسيل في مصفى واحط له مية جديدة. هتلاقي بقى ان المية بقت صافية جدا والترمس نظيف فل شمعة منورة. نفس الخطوات هكررها بس مع الحمص. هحطه في طبق غويط، هبدأ اني اغسله بالمية كويس جدا وادعكه بايدي عشان اتخلص من اي اتربة موجودة على قشرة الحمص من بره. هصفي الحمص من مية الغسيل في مصفى ضيقة واشطفه وهو جوه المصفى كويس جدا. هرجعه الطبق واغسله للمرة التانية كويس جدا. وفي طبق غويط هنقع الترمس في مية نظيفة، المية تكون مغطياه بحبة حلوين قوي لأن الترمس هيشرب المية، هينفش وهيكبر في الحجم. وعشان الترمس وهو بيتسلق ما ياخدش مني وقت كتير على النار، هنقعه يوم كامل 24 ساعة. في خلال اليوم ده هغير له المية مرتين أو 3 مرات. كل لما تخشي المطبخ تعملي حاجة غيري المية للترمس واشطفيه وحطي له مية جديدة، ولأن مية النقع بتبقى ريحتها مش لطيفة بتخلص منها. واشطف الترمس كويس جدا لحد ما المية تبقى رايقة وصافية ونظيفة. وفي حلة كبيرة هنزل بالترمس وغطيه بالمية عشان اسلقه. ومية سلق الترمس مش بس تكون مغطية، تكون أعلى منه بكتير. وهضيف له معلقة كبيرة من الملح، هقلب كويس عشان الملح يدوب. نفس الخطوات بالظبط هكررها مع الحمص. هنقعه لمدة يوم كامل، هتخلص من مية النقع واشطفه كويس جدا. وبعد كده في حلة كبيرة هغطيه بالمية وهضيف له نص معلقة كبيرة من الملح الأبيض الناعم. هقلب كويس لحد ما الملح يدوب. هرفع حلة الترمس على نار عالية. أول ما يغلي ويبدأ يكون ريم على الوش هبدأ أشيل الريم ده. وبتسيبي الترمس يتسلق على النار من ساعة وربع لساعة ونص. بعد كده بتاخدي ترمساية وتحاولي ان انت تقطميها. لو اتقطمت معاكي بسهولة يبقى الترمس كده تمام اتسلق وزي الفل. اتأكدت من تسوية الترمس، هطفي النار، بغطي الحلة واسيبه في المية السخنة لحد ما المية تبرد خالص. والحركة دي اللي بتدي الترمس لون ترمس العربيات اللي هو اللون الذهبي المايل للبني. وعلى عين البوتاجاز التانية أكون حاطة حلة الحمص يتسلق. أول ما المية تغلي ويبدأ الريم يظهر على الوش هشيل الريم من على وش الحلة. والحمص بياخد من ساعة لربع ساعة عشان يتسلق. وقبل ما تطفي النار بتاخدي حمصاية وبين سنانك بتقطميها. لو اتقطمت معاكي بسهولة حسيتي ان هي مستوية بتطفي النار وتاخدي الحلة وهي سخنة وتصفيها في مصفى وتنزلي عليها بمية جارية من الحنفية عشان تبردي الحمص. توقفي عملية التسوية لانه لو استوى زيادة عن اللزوم بيتهري. الترمس استوى، هسيبه في مية السلق وهي لسه سخنة وغطي عليه الحلة لحد ما المية تبرد خالص. لونه بقى جميل جدا. هصفيه واشطفه من مية السلق. هغلي 2 لتر مية واسيبهم يبردوا وانزل بيهم في طبق غويط او علبة تكون بتخش التلاجة. هضيف لهم 2 معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة كبيرة من البابريكا، وربع معلقة كبيرة من الشطة الناعمة. ممكن الشطة توصل لنص معلقة على حسب انتوا بتحبوا الحاجة سبايسي. هقلب كل المكونات مع بعض عشان التوابل دي تدوب كويس جدا في المية. وهنقع الترمس والحمص في المحلول ده لمدة يوم كامل. هغطيه واحطه في التلاجة. والترمس في الحالة دي ممكن يقعد معاكي في التلاجة لحد 15 يوم. بالنسبة للكمون والليمون هضيفهم ساعة التقديم، مش هحطهم من الأول خالص عشان الترمس ما يمررش.
وفي سهرة عائلية هصفي الترمس والحمص وابدأ أحيقهم بمعلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الشطة، ممكن تزودي الشطة شوية لو انتوا بتحبوا الحاجة سبايسي. هدوق الترمس لو لقيته عادم بنزل عليه بنص معلقة صغيرة من الملح مع عصير نص ليمونة كبيرة أو ليمونة صغيرة، وكل ده بيتوقف على كمية الترمس اللي انتي حطاها. بقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، وهندلع الطبق برشة من البابريكا، شرايح ليمون، جربيها يعجبك طعمه تحفة، وبألف هنا وشفا.